بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من دنيا المراه. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه متميزه جدا جدا ورائعه لاطاله الشعر بشكل كبير قوي. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي من الوصفات الرائعه والمجربه واللي فعلا في بنات كتير قوي جربتها ولاحظت ان الوصفه دي بتساعد على اطاله الشعر حوالي شبر في اسبوعين او في اقل من شهر. وصفه رائعه جدا ان شاء الله هتعجبكم. كل اللي انت هتحتاجيه زيت خروع وزيت زيتون، ممكن تستبدليهم باي نوعين من الزيوت الطبيعيه الموجوده عندك، يعني ممكن زيت خروع، ممكن زيت سمسم، ممكن زيت قرنفل، زيت خردل، اي نوع من الزيوت الطبيعيه، بس اهم حاجه تكون طبيعيه، مش اي زيت تاني زي زيت اميلا، زيت فاتيكا، لا احنا عايزين زيوت طبيعيه. يبقى هتستخدمي نوعين او ممكن تكتري عن نوعين، يعني ممكن 3 أو 4 انواع من الزيوت الطبيعيه. هتاخدي معلقه من كل نوع حسب طول وكثافه شعرك. دول الزيوت. المكون الاساسي اللي متقدريش تستبدليه باي حاجه تانية، والمكون الرئيسي في وصفتنا النهارده واللي بيساعد على اطاله الشعر بشكل كبير قوي هو الثوم. هتجيبي حوالي 2 من الثوم، هتطحنيهم او تدقيهم كويس جدا وتفرميهم، هيبقوا ناعمين بالشكل ده، حوالي معلقه صغيره. بعد ما هتجيبي الزيوت اللي انت هتستخدميها حسب طول وكثافه شعرك، هتحطيها في اناء او طبق، المهم ان هو يتحط على النار. هتضيفي عليهم معلقه صغيره من الثوم، هتحطيهم على النار وتسيبيهم حتى الغليان لغايه ما الزيوت والثوم يغلوا مع بعض. بعد كده هتطفي النار وتسيبيهم لغايه ما يبردوا شويه. بعد كده هتصفيهم، هيكون الزيت دافي معاكي. تبداي تعملي تدليك لفروه الراس كويس جدا. اهم حاجه شعرك يكون نظيف، ما فيهوش اي زيوت او كريمات. لازم تغسلي شعرك كويس جدا بالميه وبالشامبو وتنشفيه، وتبداي تستخدمي الزيوت دي تدلكي فروه راسك كويس جدا جدا. الزيت يكون دافي بحيث ان المسام تتفتح وتمتص الزيوت. وهتدهني برضو شعرك كله من الجذور للاطراف. هتغطي شعرك بعد كده وهتسيبي الخلطه دي على شعرك حوالي 3 ساعات او اكتر. يعني لو انتي مش متجوزه ممكن تسيبيها من بالليل للصبح، مفيش اي مشكله. لو انتي بقى متجوزه والريحه دي هتسبب لك مشكله، اختاري الوقت المناسب اللي يكون جوزك في الشغل، اللي يكون نايم، يكون مش قاعد. هتسيبيها على شعرك حوالي 2 أو 3 ساعات. زي ما قلت لك، كل ما تكون الفتره اطول كل ما يكون افضل بالنسبه لشعرك. بعد كده هتغسلي شعرك طبعا كويس جدا بالميه وبالشامبو وبالبلسم بحيث ان الريحه تختفي بتاعه الثوم. لو انت كمان عندك المخمريه لتعطير الشعر تحطي على شعرك. ان شاء الله مش هيبقى فيه اي ريحه مزعجه. زي ما قلت لكم قبل كده، ممكن تحطي شويه خل في الميه اللي هتشطفي بيها شعرك الشطفه الاخيره. الخل هيقضي على اي ريحه مزعجه في شعرك. وريحه الخل مش هتفضل في شعرك لان الخل بيطير بسرعه، ريحته مش هتفضل في الشعر. فان شاء الله مفيش اي مشكله بالنسبه للريحه. ان شاء الله هتلاحظي ان شعرك ناعم وجميل وكمان مظهره صحي ولامع من اول مره. طبعا هتستمري عليها 2 أو 3 مرات في الاسبوع. لو 3 مرات يكون افضل لافضل النتائج. هتلاحظي ان شعرك بدا يطول بشكل كبير قوي. يعني لو استمريتي على الوصفه دي شهر او كمان ممكن اقل من شهر، تلاحظي ان شعرك طول بشكل مبالغ فيه بجد. بس انتوا جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا، لان بجد الوصفه دي مجربه، في بنات كتير قوي جربتها وزي ما قلت لكم جابت نتائج فوق الوصف. اتمنى انكم تجربوها عشان تستفادوا. عايزه اقول لكم ان الثوم بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، فبيساعد على اطاله الشعر بشكل كبير قوي. كمان بينبت الفراغات، لان في ناس كتير قوي بتعاني من مشكله الفراغات، مشكله الصلع. فلما بتستخدم الثوم الشعر بيبدا ينبت، لانه بيساعد على انبات الشعر بشكل كبير قوي، بيحفز نمو البصيلات. فان شاء الله وصفتنا تكون فعاله جدا. اتمنى انكم تجربوها. بكده يكون خلص الفيديو وخلصت وصفتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا منها. يا ريت بقى لو كنت اول مره تشرفيني في القناه تشتركي فيها بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. ما تنسيش كمان تفعلي الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وتعملي لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من البنات. اشوفكم على خير في حلقه جديده من دنيا المراه. السلام عليكم ورحمه الله.